ازيك يا عبدو؟ ازيك يا عبدو عامل ايه؟ بص انا جيت خدت من عندك امبارح، خدت تفاح وموز وجوافه. في الحقيقه الناس جيراني عجبهم اسعارك الحمد لله، وقالوا لي وصوني اجيب لهم. طب الحمد لله. فانا عايزك بقى تعمل لي شنط من كل نوع كده. تعمل لي يعني تجيب لي مثلا ايه 15 كيلو، او خليهم 16 اللي انت عايزه. 16 كيلو. تعالى جنب مني هنا يا باشمهندس، عشان انا بصور الفيديو ده عشان الناس تعرف ان الراجل ده راجل محترم. الله يبارك لك، الله يبارك لك. فهتعمل لي بقى، هتعمل لي 10 شنط. 10 شنط 10 شنط جوافه، كل حاجه 2 كيلو، يعني من كل حاجه على الفرش 2 كيلو. 10 شنط. طيب. ليه بقى؟ الناس انا جيراني طلبوا مني اجيب لهم من هنا، لان عندنا في منطقه الرحاب تجار بتستغل استغلال غير عادي. علشان كده احنا قلنا نبعد عنهم شويه بتوع الرحاب دول، ونيجي نشتري من الناس الطيبه اللي زي حالاتك. فقول لي كده الاول، كيلو جوافه بكام؟ ب 25. ب 25. والتفاح الحلو القمر ده ب 75 بس. ب 75. طب احنا هناخد جمله كده بقى، هتحسب لي الكربنتينه دي بكام؟ ب 10 جنيه. ب 10 جنيه. قول له استفندي. استفندي ب 12 ونص. الله يكرمك يا شيخ. والجوافه؟ الجوافه نعمل فيها واجب في الاخر ان شاء الله. شفتوا التجار؟ في تجار بتغالي عشان تكسب كتير، وحد بيتعامل مع الناس بجشع، وفي ناس طيبه وشها سمح بتعامل الناس كويس. علشان كده حتى انا قلت هعمل خدمه لجيراني واجيب لهم اللي هم عايزينه. كل ده بعمله لوجه الله تعالى. انا بحطه في شنطه عربيه والناس جيراني بيجي ياخدوه مني.